اشهر ادبيات اسكندريه يعني جيل المنتجين كلهم يعلمون من هي حوريه الباشا. اتفضل يا دكتور. هي في حاجه كانت زمان اتفضل يا فندم. وبلاقيها بتدور جوايا، بقول ايه وكل يوم ظهر تكبر ونرويها وتضل جوانا. دي يعني حاجه بيعملها جابر بسيوني على طول فعلا، بيزرع كل يوم ظهر. هو انا كل يوم يعني كل صباح نتجدد يعني كل صباح يتجدد. جميلة دكتور احمد عالمة واخت برضه نلاقي اشعار بتتهاوى ويبقى منها القليل في ذاكرة الوطن. اللي بيبقى في ذاكرة الوطن العمل العام اللي انتوا بتعملوه بقلب، هو ده اللي هيبقى. الشاعر اللي بيكتب وبينجح ويعمل كتاب ده عامله لنفسه. لو كان له قيمة بقى هتأثر، ده هيبقى مردود تاني. لكن العمل الثقافي العام ده معه المجتمع. انا وعد مني ان اطرح على الاجيال كلها الفكرة ونعقد نوع من التكريم الرمزي مننا لبعضنا، ويطرح بشكل او باخر، ونستنى السنة الطيبة دي وفكرة التكرار هذا مفيش مشكلة. فكرة موجودة اساسا. يعني نفعلها. ولو يعني كوب من الشاي كده وقاعدة على شرف شكرا لعطاء. ايوه صح. استاذ عبد الله ياسين، استاذ محبوب، اتفضل يا فندم. انا بس تعقيبا على الزميله الاستاذه الدكتوره، هو فعلا المثقفين لازم يحصل فيه تفعيل باستمرار للمجتمع وكل حاجه، ولكن للاسف ان في مثقفين متعاقدين جدا مع الفكر بتاعه. يعني انا قريت لمحمد سلماوي 100 فكره كلها بتتفق بعضها بخلاف وحيد حامد. يعني وحيد حامد واخد خط انا بحترمه عليه ايا كان اتفق او اختلف، انما هو على سلماوي يعني انما محمد سلماوي ده كل 5 دقائق بيغير فكره. ازاي يعني اصدقه امتى؟ يعني معلش يعني رغم ان هو رئيس اتحاد الكتاب بتاع السلام، انما كفكر معلش متخيل جدا جدا وغير صادق مع فكره في اي حاجه ان كان في فكر اصلا. فانا يعني عايزين المثقفين يبقوا صادقين، سواء شيوعي سواء ناصري سواء ايا كان، بس يبقى صادق مع فكره ويديله معطيات حديثه الناس تقدر تستوعبها. اللي يقبل واللي ما يقبلش ما يقبلش، انما ما يتلونش كل 5 دقائق زي عديد من الاخر. وشكرا هي دي لو هو عنده هدف. اتفضل يا استاذ ابراهيم عبد الله، بشكرك على الحضور الطيب ده. اتفضل يا استاذ، مش عارف عندك سؤال. اتفضل يا فندم. شكرا يا استاذ. لو المثقف فعلا عنده هدف وزي ما حضرتك بتقول ما بيتغيرش حسب الاحوال زي قصيده الاجنبيه. الاجنبيه هو في مثقف زي ما الدكتور بيقول يبقى عنده اكتر من ارنب حتى. ودي اللي وراهم كلهم. القصيده الشهيره بتاعت الاجنبيين بتاعت الدكتور جابر بسيوني من اجمل قصايده اللي هو بيطارد الاجنبيين، فاللي هيوصل لدرجه ان هي من ابدع القصايده. يا ريتك تقولها هو انا هقول يعني طول القراءة الجميلة حول هذه القصيدة ان انا عندما سمعتها للدكتور فوزي الخضر كان مسؤولا عن تحرير الكلمة المعاصرة بعد العدد الاول، وكان بيصمم اصدار العدد الثاني، وكان الذي ينشر له الكلمة المعاصرة برئاسة احمد ابو زيد. هو مبدع. الدكتور فوزي الخضر لا يبالي، يعني هات يا محمود هات تشبيه يبقى هات صح. فكان بيقول لي ماذا كتبت اخيرا بنفس قلت له استاذ غراوي اسمعني، كتبت هذا. اتصل بيا من المطبعه اللي جايه قصيدتك منوره بالكلمه المعاصره. شو الفرحه بقى؟ انا اليوم لي قصيده في مجله الكويت اللي هي اشهر مجله في العالم العربي. اقسم بالله فرحتي بنشر الارنبين في او بين بالي الكلمه المعاصره بعد مكالمه من تليفونيه من الدكتور فوزي لا تعادلها فرحه ولم اسعد حتى بنشر القصيده في الكويت رغم ان دي سعاده طيبه وفائده، ولكن والله لا اكتم سرا بان هذه المكالمه اسعدتني كانني شاعر كبير. الله يبارك فيك.
ده حقيقي والله فعلا. الدكتور فوزي يكذبني لو ان اخطأت، وقال لي اخترت لك ارنبين، اخترت لك ارنبين، هو اللي اختار، يعني اشرف كمان على الاخراج الفني. المهم دائما اجري لصيد الارنبين مرة واحدة مجتمعين، دائما ارجع وحدي واراني بين حائرا صفر اليدين. هذه هي القصيدة. وانا كان رأيي الدكتور فوزي يعني ده رأي الدكتور فوزي الدكتور حرية مش هنحيد اللقاء. انا بعود للدكتور فوزي صعب جدا انك تتسع منه قاعدة الاعجاب، وعندما يغضب يعني عندما لا يعجب بعمل لا يتكلم، هو يصمت لا يجرح، يعني لا يقول لجابر هذا الكتاب غير جيد او القصيدة غير جيدة، لا هو يصمت. ايه رأيك يا دكتور فوزي؟ جميل في شغل تاني. لكن عندما يعجب بالعمل ينبهر ويعلق، وممكن الجلسة كلها تطول في الإعجاب بالعمل ونحن نستمع. أعود للدكتورة حرية، أليس في ذهنك ولو توقيع شعري؟ لابتوب هتطلع حاجات اللي انا بحطها كل يوم. ده مش الدكتورة دي. انت هتخليني اروح اعتذر للمهندس وامشيه واجيب قصيده ممكن. لا والله يا دكتورة، لكن وعدينا يبقى هناك لقاء معك. هو مع الاسف الناس فعلا بتخلينا كل الكتابه على الكمبيوتر، ما بدناش نحط في الورق. يعني ده ممكن يبقى صح. ده كلام مظبوط. النهارده الذاكره اصبحت محمله على اشياء، لكن ده لا يمنع ان انا بتقدم ليكي بالشكر والتقدير على حضورك، واعانك الله